السلام عليكم حبايبي، اخباركم ايه؟ النهارده طبعا هنتكلم مع بعض عن التخطيط في كرة القدم بمناسبة ان احنا واقفين جوه الملعب كده، وهنشوف ازاي نطبقه في التمرين بتاعنا عشان نقدر نطور نفسنا في عملنا التدريبي. بص يا رجاله، الكورة مش لعبة ارتجال، الكورة دي لعبة عقل في المقام الاول قبل ما تكون بتتلعب بالرجل. الفريق اللي بينزل الملعب بخطة واضحة يجهزها بيكسب حتى قبل ما الكورة تتحرك. اول حاجه هنتكلم فيها معنى التخطيط في الكوره، ده شيء مهم جدا هنتكلم عنه. التخطيط هو انك تعرف انت عايز ايه من الماتش وتحط خطوات واضحه توصلك للهدف ده طبعا اللي انت حددته. الخطه مش بس شكل على الورق، الخطه ده اسلوب لعب، بتوزع ادوار وكمان بيبقى عندك ردة فعل لكل موقف بيحصل معاك في المباراة. انواع التخطيط هنتكلم عنها. عندنا رقم واحد التخطيط الطويل اللي هو بنسميه تخطيط طويل المدى، وده شفنا نموذج عملي في التخطيط طويل المدى ده من الكوتش بتاع ليفربول هو يورجن كلوب. بدأ يبني فريق سنة ورا سنة، اختار لعيبة تناسب أسلوبه اللي هو كان بيلعب بيه الضغط العالي واشتغل على اللياقة البدنية والانسجام. وبعد 3 سنين طبعا بنى فريق بيلعب زي الماكينات يعني. قدر ينفذ خطته بشكل واضح ومميز. شفنا فريق ليفربول كان عامل ازاي. رقم 2 عندنا التخطيط اللي هو متوسط المدى، وده بيكون للموسم نفسه، بيبقى هدفي بشتغل عليه على الموسم ده، زي ما بيعمل مين كده بيب جوارديولا مع السيتي، بيقسم الموسم مراحل ويخطط ازاي يحافظ على المستوى البدني للفريق وازاي يدور اللعيبه ديت عشان محدش يتصاب او يتعب بدري. عندنا رقم 3 هو التخطيط قصير المدى، وده بيكون لكل ماتش على حدة. تعال نشوف مثال كده نتكلم عنه. لما لعب مورينيو ضد برشلونة في 2010 مع الانتر، خطط انه يقفل عمق الملعب تماما ويدافع بكتلة منظمة ويعتمد على المرتدات، وقدر يكسب الماتش بالرغم ان برشلونة كان مسيطر على الاستحواذ. عندنا عناصر مهمة جدا للتخطيط الناجح. اول حاجة ان انا احلل فريقي قبل ما تختار خطة، لازم تعرف امكانيات لعيبتك ايه. ما ينفعش تلعب ضغط عالي وفريقك مش جاهز بدنيا. رقم 2 تحليل الخصم اللي انا بلعب قصاده. لو بتلعب فريق بيفتح الاجناب وبيعمل عرضيات كتير، يبقى لازم تشتغل على التغطية العكسية وتقفل الاطراف كويس جدا عشان طبعا ما يبقاش في مباغتة من الفريق التاني. رقم 3 اختيار الخطة المناسبة اللي انا هلعب بيها. 4-3-3 للهجوم والسيطرة، او 4-4-2 للانضباط الدفاعي، او 3-5-2 لو عايز تسيطر على نص الملعب في خطتك يعني. والاهم انك تبقى جاهز تغير الخطة لو الظروف اختلفت معاك، ما يبقاش معلق على خطة واحدة وشغال عليها. رقم 4 تحديد الادوار تكون واضحة. كل لاعب لازم يعرف مهمته في الملعب، في الهجوم وفي الدفاع. مثال يعني الظهير في خطة 4-3-3 مش بس بيدافع، ده بيشارك في الهجوم وبيفتح الملعب. رقم 5 طبعا الاستعداد للسيناريوهات المختلفة في الماتشات. لازم اعرف ابقى مجهز نفسي للموقف اللي يحصل معايا، لازم ابقى مستعد ليه. التخطيط الناجح يا شباب هو اللي بيحط بدايل لو اتطرد مني لاعب، لو اتصاب مني لاعب، لو استقبلنا جون، لو استقبلنا جون بدري يعني اقدر اتصرف ازاي. عارف رد فعلك قبل ما يحصل، انت مجهز ردود افعالك وسيناريوهات قبل ما يحصل الماتش. امثله تكتيكيه حقيقيه قابلتنا وبنتكلم عنها. كان عاجبني جدا نهائي كاس العالم 2018 فرنسا ضد كرواتيا. كان خطط بيعتمد عليها على المرتدات السريعه، على مبابي وجريزمان، كانوا صراع طبعا، رغم ان كرواتيا كانت افضل في الاستحواذ ومحتفظه بالكره بشكل مميز. في تشيلسي 2012 ضد برشلونه خططوا على الدفاع القوي وغلق العمق وصبروا لحد ما جت الفرصه وسجلوا هدف وفازوا بالماتش. الخلاصه الكلامي التخطيط هو اللي بيفرق بين فريق بيلعب على الحظ وفريق يعرف هو بيعمل ايه. المدرب الشاطر هنا يا شباب مش اللي بيحط خطه وبس، لكن اللي يعرف يقرا الماتش كويس ويغير خطته حسب الموقف اللي بيقابله. واللاعب الشاطر مش اللي ينفذ الخطه نص نص،
لكن يلتزم بيها 100% لحد اخر دقيقه. وكده نكون خلصنا موضوع النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك عشان يوصلك كل جديد، وخلي دايما الرياضه جزء من حياتك.